عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة يا شباب هنحل مع بعض تدريبات الكتاب المدرسي التعبير الكتابي كتابة قصة قصيرة لغة عربية الصف الخامس، صفحة 70 و71 و72 و73. يا ريت يا بطل ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة، كنت متشكرة جدا ليك. يلا بينا ونقول بسم الله. بيقول لك هنا نموذج تحليل كتابة قصة قصيرة. نشاط 1، اقرأ النموذج ثم أجب عن الأسئلة. السعادة الحقيقية. كان يوما شتويا مشرقا، كنت واقفا على حشائش خضراء تتلألأ في ضوء الشمس عليها من ضوء الشمس عليها، سامعا أصوات ضحك الأطفال وهم يلعبون، وأشم رائحة الخبز والفطائر الزكية. وسط هذا كله رأيت وأنا أسير مع صديقي يونس حذاء قديم لطفل من المحتمل أن يكون قد تركه ليلعب وسيأتي لارتدائه. قال صديقي: ما رأيك يا عمر في أن نمازح هذا الطفل ونخبئ حذاءه ونختبئ ونرى ماذا سيفعل حين لا يجد حذاءه؟ قلت متعجبا: لماذا نفعل هذا بالطفل الصغير؟ رد يونس: فقط لنضحك قليلا، فهي مزحة بسيطة. رفضت اقتراحي قائلا: لدي لك اقتراحا. رد يونس سريعا: ما هو؟ شوقتني لسماعه. قلت: تعال معي سريعا. اتجهنا معا إلى أقرب محل أحذية واشترينا حذاء جديدا ووضعناه مكان القديم واختبأنا خلف الشجرة. فجأة عاد الطفل فوجد حذاء جديدا فنظر إليه والدموع تملأ عينيه غير مصدق ما يراه. جلس ينظر حوله حاضنا الحذاء الجديد باحثا عن صاحب هذه السعادة، لكنه لم يرى أحد فارتداهما وعاد قافزا للبيت فرحا. نظرت إلى يونس فوجدته يبكي من الفرح، فقلت له: هذه هي السعادة الحقيقية. بيقول لك عناصر القصة. بيقول لك هنا العنوان. ما عنوان القصة؟ هتقول له مثلا السعادة الحقيقية. طب حين قرأت عنوان القصة هل توقعت ما سيحدث بها؟ هقول له لأ. إذا استطاع القارئ فهم أحداث القصة من العنوان فلن يتحمس لقراءتها، على العكس فإذا كان غامضا فهذا سيجعلها شائقة. ندخل على المدخل والتمهيد. يلا يا بطل. بيقولك المدخل والتمهيد. اقرأ مقدمة القصة الفقرة الأولى وأكمل مقدمة القصة، عبارة عن وصف. هتقول وصف لزمانها ومكانها. الوصف الدقيق هتقول ما رأيته، هتقول حشائش خضراء ضوء الشمس، حشائش خضراء وضوء الشمس. طب احنا سمعنا ايه من خلال قراءتنا للقصة؟ احنا سمعنا أصوات ضاحكة. طيب ما شعرنا به في القصة؟ هنقول السعادة والجوع، السعادة والجوع. طيب هل أحداث القصة متسلسلة تسلسلا منطقيا؟ هتقوله طبعا نعم. طيب أين وقعت أحداث القصة؟ يعني المكان فين؟ هتقوله في الحديقة. طيب متى حدثت القصة؟ في الزمن كان امتى؟ هتقوله الشتاء ونهارا. خلاص يا أبطال. ندخل بقى على الشخصيات. من هم؟ هنقوله الشخصيات كان عمر ويونس والطفل. عمر ويونس وصاحبه يونس والطفل طبعا اللي كان قلع حذاءه وكان بيلعب. خلاص. طيب النهاية. ما نهاية القصة؟ هتقول أصبح للطفل حذاء وشعر عمر ويونس بسعادة. خلاص. ونعم هنا بيقولك أصبح للطفل حذاء وشعر عمر ويونس بسعادة. هل أعجبتك ولماذا؟ هتقول نعم أعجبتني لأنها بتحثنا على العطف على الفقراء وإسعادهم. هتقول له نعم أعجبتني لأنها بتحثنا على العطف على الفقراء وإسعادهم. ننتقل لصفحة 71 يا أبطال. يلا بينا. بيقولك هنا نموذج كتابة قصة قصيرة. اكتب القصة القصيرة من خلال التحليل التالي. الشخصيات داليا وسهى ومريم ودول 10 سنوات، والزمان كان في المساء طبعا وفي الصيف. المكان في البيت في حفل عيد ميلاد مريم. طيب عايزين قصة بتتكلم عن الكلام ده كله، هنستخدم الأحداث دي مع بعض. والمدخل بتعلو أصوات الأغاني ورائحة الطعام الزكية، والحدث نرمين والاستهزاء بسهى ومن شكلها وملابسها الإيه؟ الرصة. طيب النهاية هتقول له نادت مريم هذه الفتاة وأبدت إعجابها بملابسها وشكرتها على هديتها المتميزة، فشعرت نرمين بالإحراج واعتذرت. طيب يلا يا بطل. هنكتب هنا ونقول الصداقة الحقيقية. العنوان هنكتب هنا الصداقة الحقيقية. يلا يا بطل نكتب هنا الصداقة الحقيقية. طيب بيقولك هنا القصة مع بعض. الصداقة الحقيقية. في ليلة من ليالي الصيف الصاخبة
كانت أصوات الأغاني بتعلو من داخل بيت صديقتي مريم. بالراحة خالص مع بعضها. هنقول في ليلة من ليالي الصيف الصاخبة كانت أصوات الأغاني بتعلو من داخل بيت صديقتي مريم، وانتشرت رائحة الطعام الزكية. احنا بناخد الكلام اهو، رائحة الطعام الزكية، وبنكتب بنكون عليه جمل. خلاص. رائحة الطعام الزكية في المنزل، إنه حفل عيد ميلاد مريم التي أتمت عامها العاشر، وعندما كنت أعطي هديتي لمريم رأيت زميلتنا بتسخر وتستهزئ من شكل صديقتنا سهى. طبعا صديقتنا مين اللي بتسخر وبتستهزئ من صديقتنا؟ طبعا نهى. من شكل صديقتنا سهى وملابسها القديمة أو الرصة يعني. طيب، فقد كانت فقيرة ولكنها مهذبة ومجتهدة. وهنا قررت مريم التدخل بحزم، نصحت صديقتها ونصحتها بعدم فعل ذلك، وأعجبت بسهى أمام الجميع وبملابسها، وشكرتها على إيه؟ على حضورها. خلاص يا أبطال، كده حلينا صفحة 71. كتبنا قصة حقيقية واستخدمنا بعض العناصر اللي هم ادهلنا من بعض التحليلات اللي احنا اخدناها فوق، وكتبنا منها القصة. ننتقل لصفحة صفحة 71 يا شباب، صفحة 72. بقول لك هنا كتبت قصة قصيرة. اكتب قصة بعنوان حلمي أصبح حقيقة، ستتم طباعتها ووضعها بمكتبة المدرسة بعدد كلمات يتراوح بين 50 و 100 كلمة، مراعين العنوان الجذاب وتسلسل الفكر وعناصر القصة واختيار مفردات والتنوع في تركيب الجمل مع الإملاء والخط السليمين. طيب، هنكتب في العنوان في النص حلمي أصبح حقيقة. حلمي أصبح حقيقة. هنقول في صباح أحد الأيام الشتاء الباردة استيقظت من نومي وأنا أرى قطرات المطر تنهمر على زجاج النافذة، فقمت من سريري أنظر من خلف الزجاج وأنا أتذكر ذلك الحلم الغريب الذي راودني أثناء نومي. فقد رأيت سيارة حمراء مسرعة ترتطم بسيارة أبي المتوقفة أمام المنزل فتحطمها، ثم تفر مسرعة قبل أن نلحق بها. وقد زادت دهشتي وأنا أرى سيارة حمراء بنفس مواصفات السيارة في الحلم تقترب مسرعة من سيارة أبي وتصطدم بها، فتسمرت مكاني للحظة ثم هرولت إلى غرفة أبي وأنا أصيح حلمي أصبح حقيقة. يعني هو حلم ان الموقف ده حصل، ان سيارة والده اصطدمت، يعني ايه، في سيارة اصطدمت فيها وبتاع، فهو كان بيفتكر الموقف ده، فلما شاف الموقف حصل قدام عينيه فافتكر، فقال لك حلمي اصبح حقيقة. بيقول لك بعد الكتابة فكر في الأسئلة التالية وراجع كتاباتك. أصلت الفكرة؟ هل التزمت بعدد الكلمات المطلوبة؟ تقول له نعم. هل التزمت بعناصر القصة التي تعلمتها؟ العنوان والشخصيات والزمان والمكان والمدخل والحدث والنهاية بالفعل. هل أحداث القصة متسلسلة تسلسلا منطقيا بالفعل؟ هل كتبت عنوان ومقدمة شائقين؟ نعم. هل عناصر الجمل صحيحة؟ بالفعل. هل تنوعت الجمل بين اسمية وفعلية؟ بالفعل. خلاص يا بطل، كده وصلنا نهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. متنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.